وصفة فرنش توست صحية بالفواكه وبدون سكر. لتحضير الوصفة رح نبدأ بالمكونات الأساسية. رح نحط عنا البيض، رح نستخدم بيضة ونضيف عليها فانيلا، وكمان رح نضيف حليب خالي الدسم تقريبا معلقتين كبار، والقرفة بتعطي نكهة كتير طيبة وبتحافظ على نسبة السكر في الدم. بطريقة كتير سهلة رح نخلط كل المكونات. أكيد هذا الفرنش توست بتكون وصفة بدنا إياها إشي حلو طيب صحي. الوصفات اللي بتتحضر برا بتكون كتير غنية بالدهون والزبدة وغيرها. رح نجيب التوست، تقدروا تختاروا التوست اللي بدكم إياه، بتغمسوه بالخليط. هذا التوست اللي مستخدميته جلوتين فري، ولكن بتقدروا تستخدموا توست أسمر، وبنحمصها على المقلاي. هيك رح البيض والبروتين بالبيض يستوي وينضج، والقرفة رح تعطي نكهة كتير طيبة. عادة للشخص الواحد ما بفضل أكتر من 2 توست كوجبة إفطار، وإذا تحلاي وحدة فقط إذا أنتوا عم تعملوا دايت. رح نحمص التوست الثاني، وبعد هيك رح ننتقل لمرحلة التطبيق والتزيين. أنا اخترت فواكه قليلة بالسكر مفيدة وصحية، فراولة، وكمان عنا التوت البلوبري. ولا السيرب رح استخدم سيرب بدون سكر، تقدروا تستخدموا أي سيرب تحتاجوه. وصحتين وعافية.